يا صباح الورد والجمال والهنا على عيونكم يا احلى الحلوات. جايلكم النهارده بقى بحاجه كلكم هتدعوا لي عشانها. كلنا طبعا ساعات بيمر علينا ايام ان احنا بنكون مفلسين او مش معانا اي فلوس، اخر الشهر مثلا، في نص الشهر مثلا، او اي وقت كده يعني. طيب انا عايزه اقول لكم بقى على حيله ذكيه جدا، حاجه بنعملها تخلي ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا فلوس. وعلى فكره يعني ممكن ما تكونش فلوس كتير قوي، بس يبعت لنا فلوس على قد ما احنا بنطلع. والله العظيم يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول انفق يا ابن ادم، انفق يا ابن ادم انفق عليك. صح، واحنا عارفين كلنا ان احنا ما نقص ماله من صدقه، كل ما نطلع فلوس كل ما ما يجي لنا فلوس. فانا لما بيكون يعني مفلسه خالص، ما معيش اي فلوس، بطلع اي حاجه، اي مبلغ صغير خالص خالص معايا، اروح مطلعاه. او مثلا اطلع طبق من الاكل اللي انا عاملاه. طب ما فيش خالص فلوس خالص يعني، طبعا هو ما بيكونش فيه فلوس اصلا، عشان كده انا يعني بطلع. فيعني انا يعني مش معنى كده ان انت ما تطلعش صدقه غير وانت مش معاك فلوس، لا. يعني لما تكون انت عايز فلوس وما معكش فلوس، ما فيش مثلا مرتب دلوقتي ولا في اي حاجه، فانت عايز فلوس، محتاج فلوس، فانت بتروح مطلع فلوس عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك فلوس. والله دي عن تجربه، انا بحكي لكم حاجه انا بعملها دايما، حتى يعني معلماها لاولادي. فانا دلوقتي مثلا ما فيش حاجه خالص، اروح مطلعه اي مبلغ صغير، مبلغ صغير يعني مصروف في عيل صغير، مثلا طبق من الاكل اللي انا عاملاه، اي اكل انا عاملاه. او مثلا بطلع يعني مؤخرا بقى مثلا بقوم مطلعه، احنا في الصيف في الحر قوي، بطلع ازازه ميه ساقعه بقى. يعني بجيب ميه ساقعه من السوبر ماركت، او بكون ازازه ميه ساقعه عندي في التلاجة، بروح يعني ازازه جميله كده، بروح بعت بيها ابني في اي مكان، اقول له طلع ازازه الميه الساقعه دي لاي واحد قاعد في الشارع في الحر. والله يا جماعه، والله والله عن تجربه، انا مش بقول لكم حاجه يعني تأليف، والله عن تجربه، انا بعملها. انا النهارده هطلع، والله العظيم يعني ما فيش ساعتين ثلاثه يجي لي فلوس، يجي لي رزق، يجي لي اي حاجه. والله والله انا مش بقول لكم كلام، يعني انا مش بألف، والله العظيم. يعني انت ربنا، انت بتطلعي، انت مش اكرم من ربنا، فربنا بيقول لك انت مش اكرم مني، فانا بيروح مديك على طول. والله العظيم عن تجربه، بس يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني ما تجربش مع ربنا، انت ما تجربش مع ربنا، يعني ما تطلعش فلوس ولا انا مستني بقى يجيلي، لا ما تجربش. انت طلع الفلوس او طلع الميه الساقعه او طلعي طبق الاكل ده بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى، يقين ان انت طلعتي، ربنا سبحانه وتعالى مش انت مش اكرم من ربنا، فهيروح مديك على طول. وجربوا يا جماعه، واللي يجرب ويطلع ازازه ميه ساقعه او طبق اكل من اللي انت عندك، او ان شاء الله حتى يعني اقل حاجه مبلغ من عمله بلدك اللي انت فيها، اقل حاجه مصروف ابنك الصغير بيروح بيه المدرسه، وطلعي وجربي وشوفي. يعني مش جربي مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ما بيتجربش معاه. طلعي بيقين ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت هتطلعي واحد ربنا هيديكي 10. والله العظيم عن تجربة يا جماعة، والله العظيم عن تجربة. طلع، انفق يا ابن ادم انفق عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرزق يا جماعة مش يعني مش بالشطارتنا ولا لا لا لا، الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى في السماء. انت في الارض عليك السعي، لكن الرزق ده في السماء. فوالله العظيم عن تجربة انا حبيت ان انا يعني الفيديو ده يكون في ميزان حسناتي، واي حد يسمعه يا ريت يقول لكل الناس. والله العظيم يا جماعه دي تجربه، يعني دي حاجه انا بعملها لما يكون مش معايا فلوس، بطلع ان شاء الله ازازه ميه ساقعه للناس اللي قاعده في الشارع في الحر، احنا في الصيف. جربوها والله، وعايزاكم تكتبوا لي يعني اي حد يعني يعمل الحاجه دي او هيسمع الفيديو ده، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتي، وعمل كده يبعت يكتب لي يقول لي انا عملت كده النهارده. انا لسه عامله الحركه دي ما فيش من كام يوم. والله العظيم والله العظيم انا عملتها مثلا الساعه 2، الساعة 5 والله العظيم كان جاي لي فلوس، أنا بحلف بالله. فعملتها تاني يوم، يعني بعدها برضو بكام يوم، يعني والله العظيم جالي، يعني مش جالي بقى فلوس، يعني مش جالي حاجة صغيرة، والله جالي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. فأنا بقولك عن تجربة، عن تجربة، والله العظيم عن تجربة. سبحان الله، يعني فلوس، أنا مش بقولك بقى يعني دلوقتي مثلا احنا عارفين الرزق مش كله فلوس، رزق في صحة ستر، راحة بال، ولاد كويسين، لكن انا بقولك في الموضوع ده بالذات هيجيلك فلوس، ربنا هيفرجها عليكي، هيفرجها عليكي دين. سبحان الله، ربنا هيسخر لك شخص يعني يقول لك انا مش خلاص الدين ده انا مش عايزه،
او هيبعت لك فلوس تسدي بيه الدين بتاعك. والله يا جماعه عن تجربه، وربنا يجعله في ميزان حسناتي. ويعني الفيديو ده واي حد يسمعه واي حد هيعمله يكتب لي في التعليقات، بس يكون عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هي ان شاء الله انت طلعتي. وعلى فكره مش بس لما تكوني مش معاكي، ده بالعكس وانت معاكي وطلعتي بيجيلك اضعاف. لو انت بقى مش معاكي كمان بيجيلك برضه. بس طبعا احنا يبقى معانا او مش معانا بنطلع، مش عشان انا بقى عايز او مش عايز، لا، لان ده واجب. ربنا مدينا الفلوس دي عشان دي اصلا مش فلوسنا، عشان احنا دي مش فلوسنا، احنا ربنا مدينا الفلوس عشان احنا نتصدق بيها اصلا. تمام. الصدقه دي هي الحاجه الوحيده اللي بتطفئ غضب الرب. فربنا سبحانه وتعالى انا بقول لك حاجه لو انت محتاجه يعني لكن الصدقه لازم احنا نعملها على طول على طول طول الوقت. لكن لو انت محتاجه فلوس، نصيحه مني بجد والله العظيم انا بعمل كده. حبيت ان انا اعرف الناس كلها دي حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.